صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعني امتى. النهارده هشارككم ازاي تنجح في امتحان القدرات. هقول لكم على نصايح لامتحان القدرات، لو خدت بالك منها ان شاء الله تنجح فيه وتبقى لائق وان شاء الله تدخل الكليه وتنورنا كده. تمام. ايا كان الكليات اللي انا بتكلم فيه ده على الكل حاجات اساسيه. هقولها لكم، هي بديهيه شويه لو حد اتفرج على ايه الحاجات انت تاخدها معاك في امتحان القدرات، الورق التقديم وكده، بس لازم اقولها برضو عشان لو ما حدش اتفرج على الفيديو ده يبقى شاف الفيديوهات كلها عامه يعني. رقم الجلوس اوعى تنساه، اوعى ترميه، عشان هم بيحتاجوه، او صوره منه لو انت رميته. ولو مش معاك ممكن تروح المدرسه بتاعتك اللي امتحنت فيها، بيبقى معاهم زي استبن كده لرقم جلوسك، فمهم قوي ان انت تجيب. اوعى 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 تسجل في امتحان القدرات من غير ما تاخد الكورس بتاع القدرات مع نفسك، بقى بتتدرب في البيت معايا. حتى انا الناس اللي بتتابع معايا بقول لهم، يعني بيبقى في وصلوا المستوى كده بقول لهم تمام سجلوا، بس اوعى تتسرع وتسجل في الامتحان بتاع القدرات، لانه بيجي لك تاني يوم على طول او تالت يوم. يعني انا سجلت النهارده، بكره او بعده بيجي لي الامتحان، ما بتلحقش تتدرب وبتتوتر وكل الحاجات دي. فما حدش يسجل في الموقع. والله يا جماعه الموضوع ان انا لو انا سجلت متاخر مش هنجح، ده فيستك وكل سنه بيتقال، وناس كتير كانت بتابع معايا ونجحوا الحمد لله. وكانوا قلت لكم قبل كده كانوا بعدها بعد الامتحانات ما خلصت اصلا، يعني بعد ما التسجيل بتاع الامتحان خلص هم امتحنوا بعدها بيومين، نجحوا الحمد لله. فالموضوع ده مجرب، انا بقول لكم عن تجربه. فاوعى، عشان دي غلطه بيقع فيها ناس كتير قوي، ان انت تسجل في امتحان القدرات من غير ما تبقى جاهز للامتحان. ايا كان هتاخده ازاي، مع نفسك، معايا، مع سكيلز شو في الفروع، ايا كان هتاخده فين. اوعى تسجل في الامتحان إلا لما تكون مستعد ان انت تسجل فيه وتمتحن. اوبشن بس لو عندك القدره عليه، يا ريت يا ريت. لو انت حابب المجال ده قوي ممكن تسجل في كذا امتحان. انا عارفه انه صعب والمصاريف ممكن تبقى اغلى شويه، يعني غاليه شويه، بس هي فرصه في العمر. فلو انت قادر تسجل مثلا فنون تطبيقيه وفنون جميله سجل، لو قادر تسجل مثلا فنون تطبيقيه وتربيه فنيه سجل اللي تقدر عليه. يعني هي فرصه بتبقى متعبه شويه، بس صدقني والله بتبقى الموضوع يعني اهون عليك قوي ما تندم في الاخر ان انت يا ريتني كنت سجلت في امتحان تاني. الندم ده انا ما بحبوش. فصدقني الموضوع هيفرق معاك جدا لو انت سجلت في كذا امتحان. ممنوع 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 التسييح في الامتحان. آه، الدكاترة لما بيجوا يصححوا الامتحان بتاع القدرات، لما بيلاقوا فيه حد مسيح بمنديل بالبتاع اللي هي المدعكة بتاعت الرصاص، بقطنة ودان، ايا كانت الطريقة، اول ما يشوفوا تسيحة على الورقة يعملوا اكس على الورقة وما بتتصححش اصلا. فاوعى تفكر تسيح في الامتحان، بيعتبروها جريمة ان انت تسيح في امتحان بالرصاص. اتعلم تظليل صح قوي علشان لما تيجي تدخل الامتحان ما تضطرش ان انت تسيح عشان تسرع الوقت. لا، هيتشطب على السكتش بتاعتك على طول. حاجة كمان، الورقة لازم تبقى نظيفة. حافظوا على نظافة الورقة. بشوف ناس رسمها حلو جدا 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 وبتفهم في المنظور والتظليل وكل الحاجات دي كلها، بس الورقة حواليها بدل ما هي أبيض بتبقى عبارة عن هباب. الرصاص لما بنعمل بنظلل مثلا بنرسم ونيجي نمشي ايدينا على الورقه بتبدا تهبب، فبتبقى شكلها مش حلو، ونظافه الورقه بيبقى ليها درجه في امتحان القدرات. فخدوا بالكم قوي من النقطه دي. تركايه بقى حلوه جدا لو انت اتوترت في الامتحان، لو انت نسيت، اوعى اوعى تسيب ورقة الامتحان فاضية، او اوعى تسيب سؤال فاضي. طب اعمل ايه؟ انا مثلا جالي منظور لجامع، جالي منظور لكنيسة، جالي منظور لشارع، لقطر، لاي حاجه، وانا مش عارف ارسم حاجه ومش عارف اتخيل ومش عارف وتوترت ومش عارفه ايه وبتاع. اوعى تسيبها. حاجة حلوة جدا جدا ان انت ممكن تطلع الجنيهات بتاعت الجنيهات اللي معاك، جنيه مثلا، تطلع مثلا ورقة 200 100 مش عارفة ايه 20. الحاجات دي كلها بيبقى عليها يا اما مسجد، يا اما بيبقى عليها بورتريه لشخص، يا اما بيبقى عليها يعني مثلا الكوينز بيبقى عليها الصناعة والحاجات دي كلها، الحاجات المعمولة جديد والحاجات دي. فممكن تاخدها هي تنقلها في الورقة، يعني ممكن تشغل دماغك وترسمها في الورقة.
التركه دي فرقت مع ناس كتير جدا ولحقتهم. يعني هم ما كانوش عارفين مثلا يرسموا مسجد، فلما لقوا المسجد قدامهم، معظم العملات فيها مسجد، بيبقى فرسموا المسجد اول ما جالهم فنجحوا في امتحان القدرات، مع انهم ما كانوش عارفين يتخيلوا المسجد شكله ايه. هو مهم تتدرب كويس جدا قبل الامتحان على امثله كتير قوي. ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن الامثله يعني. بس لو انت توترت، انا بقول لكم حل، لو انت توترت ما تسيبش الورقه فاضيه، اوعى. حاجة بقى هي غريبة حبتين بس مهمة جدا وانا ما كنتش اعرف اهميتها. خد ساعة معاك الامتحان، يعني البس ساعة معاك الامتحان. ليه؟ الامتحان بيبقى عبارة عن 4 ساعات. انت بتفتكر ان 4 ساعات دي كتير قوي ومش عارفة ايه، انت بتبص في الورقة بتعمل كده بتلاقي ال4 ساعات خلصوا. والله ما بهزر. على فكره امتحانات فنون جميله بتبقى بال 18 ساعه وبال 12 ساعه وكده. فما بيحسوش بالوقت وبيبقوا عايزين وقت فوق الوقت كمان. فلازم لو تعرف، لو عندك ساعه البس ساعه، والله هتفرق معاك جدا عشان تبقى عامل حسابك ان انا هخلص السؤال ده في ربع ساعه، هخلص السؤال ده في نص ساعه، هرسم الرسمه دي في 10 دقائق، عشان تبقى بتتحكم في الوقت مش الوقت اللي بيتحكم فيك، عشان ما تسيبش حاجه فاضيه في الورقه. الموضوع ده ممكن يكون تافه للبعض بس بجد مهم قوي. في ناس ما تعرفش وما بتاخدش في الكورسات اصلا، وده اللي وصل لي يعني، الفرق بين المنظور الحر والمنظور الهندسي. طيب، المنظور الهندسي والمنظور الحر، المنظور الحر من غير مسطره، ما ينفعش تسطر بمسطره خالص، والمنظور الهندسي لازم بمسطره بادوات هندسيه. وبيقول لك وساعات بيخدعك في السؤال، بيقول لك باستخدام الادوات الهندسيه، يعني معناها ان هو عايزك تستخدم المنظور الهندسي في رسم الجامع، في رسم الاوضه، في رسم ايا كان انت هترسم ايه. ما قالكش ممكن تستخدم الاثنين عادي، هو حر. قالك مثلا بدون استخدام ادوات هندسيه يبقى منظور حر على طول، يعني تستخدم ترسم بالقلم الرصاص بدون استخدام المسطره. وده مهم جدا جدا جدا، الناس بتتلخبط واول ما بيشوفوا ان انت يعني بيوقعوك في السؤال يعني. طيب، حاجه كمان مهمه قوي، اقرا السؤال، اقرا السؤال كويس جدا. زي ما بقول لك كده، هي تركه صغيره وبتفرق جدا. انتوا قعداتكم بتقدم كتير جدا، فهم بيتحججوا اصلا على اللي ما قراش السؤال صح، اللي سيح، اللي هرب للنقطه غلط، على حاجات بسيطه جدا، علشان الناس بقى الصفوه يعني اللي هم يعني نجحوا في الامتحان، دول اللي ما يكونش غلطوا غلطه. طرق التعامل بتاعه الامتحان مهمه جدا. يعني ايه طرق التعامل مع الامتحان؟ في ناس كتير قوي ما تعرفش ان المنظور بيتظلل، لازم تبقى متعلم تظليل كويس جدا 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 وتظلل في المنظور. وان التصميم الابتكاري بيتلون، ناس بتبدل، يعني ناس بتظلل التصميم الابتكاري وبتلون المنظور، لا، المنظور بيتظلل والتصميم الابتكاري بيتلون. حاجه كمان مهمه جدا جدا، مفيش معلومه، خليكم بصوا للفيديو للاخر لان مفيش معلومه هقولها النهارده الا لما ممكن تنقذ حد بجد. الهوامش او خطوط العمل اللي بتعملوها في المنظور لما بتيجوا تهربوا من نقطه او من نقطتين، الهوامش دي سيبوها، خففوا ايديكم قوي، استخدموا قلم مثلا اتش بي او قلم اتش في الهوامش. بس اهم حاجه ان انتوا تسيبوها، لان هو ده بيعرفوا ان انت فاهم منظور، ان انت بتعرف ترسم منظور فعلا، مش جايب الخطوط دي من دماغك. لو انت بتستخدم منظور هندسي طبعا، ولو ما بتستخدمش منظور هندسي، هرب النقط برضو بس بالراحه قوي يعني. عارفين هوامش، هي اسمها هوامش، اللي هو ما بيبقاش باين غير بس ان انت في اسس ماشي عليها. عشان خاطري حبايب قلبي، بلاش تحديد بلاش تحديد بلاش تحديد، انا بقولها بقالي كتير قوي. انا ما فيش حد بيتابع معايا الفتره دي، مع ان انتوا لسه في سنه يعني لسه في الامتحانات وكده، الا لما بقعد اقول له بلاش تحديد. لما بتيجوا تظللوا بتغلطوا غلطه ان انتوا بترسموا الاول جامد بالقلم، مثلا الاتش بي ولا التو بي ايا كان القلم، فبتحددوا، فبتيجوا تسيحوا الاوجه بتاعه الشكل او الشكل اللي قدامكم ايا كان هو ايه، ما بتعرفوش لان هو متحدد. فمهما انتوا جيتوا توصلوا للتون بتاع التحديد ده، هيغمق الشكل وهيهبب وهيبقى منيل ب 600 نيله. لو انت غلطت وحددت الشكل جامد، ممكن تمسحه باستيكه استيكه فحم او استيكه، يعني تمشي عليها بالاستيكه بالراحه، ان بس يبقى متعلم مكان الرسمه شكلها عامل ازاي. لكن بلاش تحديد لان انتوا بتحتاسوا بعدها ما تعرفوش تظللوا. معلومه ممكن محدش يكون عارفها، لان انا بجد لقيت السؤال ده بيكرر كتير قوي. ممكن عادي يا جماعه ان انتوا تمتحنوا امتحان القدرات في اكتر من كليه، ممكن تربيه فنيه وفنون تطبيقيه وجميله ونوعيه وعماره، كل الكليات دي ممكن تمتحنوها كلها حرفيا كلها. المعلومه دي في ناس كتير بيسالوني عليها وهم تقريبا ما يعرفوهاش، فهي مهمه جدا عشان ممكن تخليكم عندكم فرص اكتر ان انتوا تنجحوا في الامتحان وتدخلوا الكليات ما دام انتوا حابين المجال ده. النصيحه اللي قبل الاخيره هي نصيحه اللي هياخد بيها انا متاكده انها هتفرق معاه قوي. خلوا في حياه في السكتش. يعني لما يجي لكم مثلا تعبير فني عن الريف،
ما ترسموش شويه خطوط وخلاص، حطوا تفاصيل، ادوا حياه للسكتش اللي انتوا ترسموه، ادوا حياه للمنظور، ادوا حياه للتصميم الابتكاري، ادوا حياه، يعني خلوا احساسكم باين. انا عارفه ان دي مرحله بتبقى متطوره شويه من الرسم، بس انت طلع من شخصيتك في الرسمه. يعني اللي بجد بيفرق واحد عن واحد في امتحان القدرات ان هو قادر يخلي مثلا اطفال بيلعبوا كوره، اطفال بيلعبوا باسكت، اطفال مرتاحين على شويه على الشيزلونج مثلا، علم في حركه كأنه هو بيطير، فالحركه بتاعته باينه، في حركه في السكتش عامه، التظليل مخلي فيه ظل ونور، فمحسسك ان الموضوع واقعي في حياه، غير لما انا اقعد احط شويه خطوط ويبقى المنظور بتاعي حلو قوي بس ما فيهوش حياه، ما فيهوش شخصيتي. انا عارفه ان دي بتحتاج تدريب سيكا شويه وانتوا بتبقوا مزنوقين في الوقت، بس لو قدرتوا تزودوا تفاصيل على قد ما تقدروا زودوا، ده بيفرق جدا جدا. اوعوا تفتكروا ان انتوا الخط اللي انتوا ترسموه ده هيعدي كده، بجد ما بيعديش، وبيفرق سكتش من سكتش. اخر حاجه بقى، وهي لو انت ما بتعرفش تمسك قلم خالص، لو ما بتعرفش ترسم، ما بتعرفش تلون، ما بتعرفش الالوان، ما بتعرفش درجات الاقلام، ما بتعرفش تعمل اي حاجه، عليك وعلى الكورس بتاع القدرات بتاع كليات فنون ايا كانت الكليه، بتاع سكيلز شو. بيشتغلوا بسيستم حلو قوي لو انت ما بتعرفش تمسك قلم، ما بتعرفش ترسم ورق شجره حتى، بيشتغلوا بسيستم حلو قوي، واسعارهم حلوه جدا، والبشمهندسين اللي بيشرحوا التيم بتاعهم ممتازين ممتازين في فكره ان هم يتابعوا معاك حتى لو انت ما بتعرفش تمسك فعلا قلم. برشحه لكم جدا، ولو حد حابب ياخد الكورس معايا برضو بتاع الفنون التطبيقيه، هسيب لكم التفاصيل برضو بتاعتي معاه هو برضو معاهم على المنصه بتاعتهم. كورس اونلاين بيبقى عباره عن 8 فيديوهات، كل فيديو بيبقى فيه تاسك في الاخر او تدريب في الاخر. التدريب ده بتاخدوه بتتابعوا معايا على جروب المتابعه، بتدخلوا جروب المتابعه وببدا اشوف كل السكتشات اللي انتوا بتنزلوها واحده واحده، وابدا اعدل عليها ايه اللي صح ايه اللي غلط ايه اللي محتاج يتظلل اكتر، لحد ما توصلوا للمستوى ان انتوا تدخلوا امتحان القدرات، وان شاء الله ان شاء الله تنجحوا في امتحان القدرات. يا رب كلكم تدخلوا الكليات الفنيه دي، عشان انا بحب الكليات دي قوي، بحب فنون تطبيقيه وبحب تربيه فنيه جميله، بحب الكليات دي قوي. وتنوروني في فنون تطبيقيه لو دخلتوا ان شاء الله الكليه، يعني احب اشوفكم جدا والله العظيم. الحمد لله الحمد لله، الدفعات اللي فاتت ناس كتير قوي نجحت منها، وان شاء الله ان شاء الله انتوا كمان تنجحوا وتدخلوا الكليه، وان شاء الله هتتبسطوا. هي صعبه، مش هقول لكم ان هي سهله، هي صعبه، بس لو حد بيحبها هتبقى على قلبه زي العسل. عايزه اوصل ل100,000 الشهر ده، فيا ريت تعملوا سبسكرايب لو انتوا في الخباثه كده جايين تتفرجوا وتجروا، لا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات حلوه جدا الفتره الجايه عن امتحان القدرات، هتسهل لكم الموضوع قوي. فدوسوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده، ولو عندك اي سؤال عن امتحان القدرات او عن ايا كان بقى الكليه اي حاجه، سيب لي كومنت، وانا لو عامله الفيديو هحط لك اللينك، ولو مش عاملاها هقول لك هجاوبك بالظبط على اللي انت محتاجه، او على الانستجرام عادي جدا، انا معاكم في اي حاجه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه على خير يا رب.